بصوا الأوضة المطلة على طول للبلكونة دي فيها تلفزيون، فمعظم وقتي فيها، فسمعت صوت يعني إعراق أهو. بصوا، قلت أوريكم. بصوا إيه اللي بيحصل. أحيانا لما الذكر والنتاية يبقوا حنينين، فالذكر عايز يأكل والنتاية عايزة تأكل، يروحوا إيه متخانقين مع بعض. في الحالة اللي زي كده، سواء تحتيها زغاليل أو بيض، لاني لو انت ما منعتش العركه دي، يا اما البيض هيتكسر يا اما الزغاليل ممكن تتفعص تحتيهم. بصوا هنا انا حاطه كلفه وعيش، ده بيسهل اللبا اكتر، ده بعمله في الايام الاولى يا شباب. ماشي. انا استخدمته اكتر، يعني انا كنت بحط في اول يوم بس للزاجل، بس انا استخدمته للغزار عشان يسرع، وما شاء الله هوريكم مع انهم مأكلين. يا بصوا اهو